كيقولوا الجن ما كيسكنش الخواتم، كيتحبس فيها. والفرق بين السكن والحبس هو انت. انا كريم، والخاتم اللي لقيته تحت السقف المهرس ما جابش ليا الفلوس، جاب لي واحد الراجل بلحيه بيضاء قال لي سميتو ميمون، وقال لي الحق كيتخاد ما كيتعطاش. وهاد الجمله بدلات حياتي كامله. كريم 24 عام، كان طالب في كليه الطب. باباه مات في حادثه شغل وخلى ليه دار قديمه في المدينه العتيقه ديال مراكش، وربعه ديال الخوت صغار، والام ديالو مريضه بالقلب. منين مات الاب ديالو، الشركه اللي خدام فيها رفضت تعطيهم التعويض حيت قالوا الغلط ديالو. كريم خرج من القرايه باش يخدم في اي حاجه، باش يكون معين للعائله ديالو. كيقدر يبركولي في اي حاجه، ويقدر يبيع حتى النعناع في جمع الفنا. واحد النهار هو كيصلح السقف ديال الدار، طاح عليه لوح قديم. منين هزو لقى تحته صندوق ديال الخشب منقوش عليه ايات قرانيه، في الوسط ديال النقش اسم ميمون. حل الصندوق ما لقى فيه لا فلوس لا ذهب، غير خاتم كحل ديال النحاس، وحده ورقه صفراء قديمه مكتوب فيها: يا من وجد خاتمي، إن كنت من أهل لا إله إلا الله فالبسني على طهارة، وإن كنت من أهل الظلم فاهرب قبل أن أراك. كريم بقى حل فمه، هذه ماشي هضرة عادية، هذا تحذير. كريم كان كيصلي ولكن الإيمان ديالو ضعيف من كثرة الهم. توضى لبس الخاتم وقال وهو كيضحك: واش حتى الجن ولا كيدير الشروط؟ في ديك الليلة مع 3 ديال الصباح فاق على برد قاصح في البيت حدا الناموسية ديالو. وقف واحد الراجل طويل لابس جلابة بيضاء، اللحية ديالو صغيرة ووجهه منور ولكن ما كيبانش مزيان. الصوت ديالو كان هادئ، قال ليه: السلام عليكم يا كريم ابن الحاج العربي، انا ميمون. كنت محبوس في هذا الخاتم من 200 عام، من مور ما حبست ساحر كان كيذبح الدراري في مراكش. اللي حررني من الصندوق يستاهل نرد ليه الجميل. شنو بغيتي؟ كريم بغا يغوت ولكن صوته ما خرج. منين جمع القوة ديالو قال ليه: بغيت غير حقي، وبغيت نرجع نقرا، وخايف على خوتي. ميمون تبسم: الحق كيتخاد ما كيتعطاش، وانا ما كنعطيش الفلوس حيت الفلوس فتنه، ولكن نوريك الطريق. ميمون شرى 3 ديال الحوايج: ما طلب مني ادي بنادم حتى الا ظلمك، الظالم ربي كيخلصو. ما تكذبش، الا كذبتي عليا مره الهاد كيتفسخ. كل فجر تقرا آية الكرسي 7 ديال المرات على الماء وتعطيه لامك، هذه بركه ماشي سحر. كريم وافق. اول حاجه دار ميمون هي مشى مع كريم المحكمه، ما بانش للقاضي ولكن همس في ودن كريم فاش كيهضر. عطاه اسماء ديال الناس اللي شافوا الحادث، عطاه بلاصه الكاميرا ديال السنقه اللي صورت كل شيء والشركه خباتها. كريم مشى قلب ولقى الفيديو عند مول الحانوت اللي كان خايف يهضر. ميمون وقف حداه في الظلام وقال ليه: شهد بالحق والله يحفظ وليداتك من كل شر. الراجل بكى وعطاه الفيديو. كريم ربح القضية ضد الشركة وخداو تعويض 80 مليون، ولكن المشكلة كانت هي هاد 80 مليون ما غطاتش كل شيء. ماما مريضة بالقلب خاصها عملية والدوايات غاليين كل شهر، وعنده 4 ديال الخوت صغار خاصو يوكلهم ويلبسهم ويقريهم، وهو بغى يرجع للكلية ديال الطب. إلا صرف الفلوس على العلاج ديال مو خوتو غيوخل وما غاديش يقدر يكمل قرايته، وإلا صرفها على قرايته مو غتمرض كتر وخوتو غيجوعوا. داكشي علاش ما بقاش عارف شنو يدير. واحد النهار هو كيبكي في الليل قال لي ميمون: حتى الفلوس ما حلاتش المشكله سيدي. ضحك ميمون وقال لي: شكون قال لك انا جيت نعطيك الفلوس؟ انا جيت نعطيك اللي غادي يجيب لك الفلوس، العلم. رجع كريم للكليه وتم بدات المعجزه الثانيه، المحاضره اللي الاستاذ كيشرحها ساعتين ميمون كيشرحها ليه في 5 ديال الدقائق في الحلم. كيفيق في الصباح حافظ الدرس بالحرف. في الحصص ديال التشريح كان كيشوف الجسم ديال الانسان قدامه بشكل ثلاثي الابعاد، العروق والعصاب باينين ليه بحال خريطه مضويه. دازو 3 سنين مو دارت العمليه وصحتها ولات مزيانه، خوت ولاو كيقراو في احسن المدارس، وهو وصل للعام الرابع في الطب وبدا كيخدم مع البروفيسور ديالو في الابحاث. الناس في الكليه ولاو كيسميوه العبقري، ولكن هو كان عارف السر. نهار سول ميمون: علاش عاونتينا سيدي؟ علاش انا بالضبط؟ جاوبو ميمون وهو كيبتسم: حيت انت ملي لقيتي الخاتم اول حاجه درتيها هي توضيتي، ما طمعتيش، وقلبك كان عامر بالهم على امك وخوتك ماشي على راسك. اهل لا اله الا الله كيبانوا فوق الشده يا ولدي. دابا كريم فهم بلي الخاتم ما كانش كنز ديال الفلوس، كان امتحان، والجائزه الحقيقيه ما كانش 80 مليون اللي ربح من القضيه، كانت هي ميمون.
ومازال حتى لدابا كل ليله منين كيبغي يراجع ولا كتعصى عليه شي حاجه في الطب كيحط يدو على الخاتم وكيسمع الصوت ديال ميمون كيقول ليه فتح الكتاب. فتح الكتاب ولدي، الحق كيتخاد ما كيتعطاش. الخلاصه من هاد القصه، ميمون ما كانش الحل السحري، كان هو السؤال اللي خلاه يقلب على الحل في راسو. علمو بلي العجز ماشي في الجيب وانما العجز في الراس، ونهار عمر راسو بالعلم عمرات يديه بالخير. والمغزى اللي كيبات باغي ياكل كيبقى جيعان، واللي كيبات باغي يتعلم كيفاش يجيب الماكله ما عمرو ما يجوع ولا يجوعوا معاه الناس ديالو. الحق كيتخاد ماشي غير في المحاكم، كيتخاد في الليالي اللي كتجلس فيها تقرا والناس ناعسه. لا كتسالي القصه ديالنا ولا عجبتكم ما تنسوش انكم ديروا لي واحد اللايك واشتراك. نتلاقاو في قصه جديده ان شاء الله.